وارجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أمامة بن أثال تيشدوه الصحابة، وكان محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتيجيبوه وتيكتفوه وتيربطوه. كيقول النبي عليه الصلاة والسلام ربطوه بسارية من سواري المسجد النبوي، وتيربطوه بسارية من سواري المسجد النبوي. وتيجي عنده النهار الأول كيقول له: ما عندك يا ثمام؟ كيقول لي: عندي خير يا محمد، إن تقتل ذا دم، عندي اللي تأر لي ما تسحبني أنا رخيص، عندي اللي يجي ويتأر. وإن تعفو عن شاكر، ما ننساش لك هذا الخير هذا. وإن كنت تريد المال يعني الفدية، فسل من الماء سل من المال ما شئت تعطه، عندنا الفلوس ما كاينش إشكال. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه من الغد: ما عندك يا ثمام؟ فيقول له: عندي خير يا محمد، إن تقتل ذا دم، وإن تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه تعطى ما شئت. ثم يتركه ويأتي من الغد 3 أيام، وهذاك السيد مربوط في سارية المسجد النبوي كيسمع الصلاة، تيسمع القرآن، تيشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تيشوف الصحابة كيفاش كيتعاملوا معاه، تيشوفهم كيفاش كيتعاملوا مع بعضياتهم، تيشوف ها علاش ربطوا في المسجد النبوي. اما كون ربطوا في المسجد النبوي ديال المسجد ديالنا حنا دابا صعيب، والله لا صعيب، والله لا حالنا يدمي القلوب بالله ملي كتقرا داك الشيء اللي ما كان يريد لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية وما صارت عليه أحواله، والله يدمي قلبك من ذلك، لكن الله المستعان. فقال له: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل ذا دم، وإن تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت تعطه. وأقول لهم: فكوا وثاقه، اطلقوا الرجل. يا رسول الله محارب، اطلقوا الرجل. فيفكون وثاقه ثم يتركونه. تيخرج ثمامة بن أثال كيفوت المدينة بشوي، فيغتسل ويغير ثيابه وتيرجع، كيوقف عند النبي عليه الصلاة والسلام كيقول لي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد إنك لرسول الله. قال لي: علاش مشيت؟ قال لي: حتى لا يقال أن ثمامة بن أثال قد أسلم تحت القهر. ما يقولش راه أسلم بز منه، لا، خرجت وأسلمت طواعية. ويقول لي: يا محمد والله ما كان وجه، ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، هذا هو محل الشاهد عندي، فصار وجهك الآن أحب الوجوه إلي، وما كانت بلد أبغض إلي من بلدك، فصار بلدك الآن يعني المدينة المنورة أحب البلد إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك، فصار دينك الآن أحب الدين إلي. والله لا يذوقون تمرة يعني حبة من حب الحنطة، هو اللي كان يعني الممول الرسمي إن صح التعبير ديال قريش فيما يتعلق بالقمح، لا ينالون حبة من الحنطة حتى تأذن فيها يا رسول الله. قطع عليهم الحنطة حتى كادت قريش تصيبها مجاعة. هذا رأي الله سلم عنده 48 ساعة، وانظر إلى موقفه في نصرة الدين. علاش؟ حتى تلك المعصية اللي كان فيها ديال الكفر أعقبها الله عز وجل في قلبه حلاوة للطاعة. ها صدق التوبة، هو هذا صدق التوبة. أما أنك تتوب ولا زال في قلبك حنين إلى المعصية، باقي التوبة ما تحكاتش، باقي الصدق في التوبة ما وصلش، ما عمرش مزيان، باقي خصها شي شوية الخدمة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن الإقلاع عن المعصية. المسألة الثانية مسألة الندم. استغفر الله. قضية الندم هذه، سامحونا، بسم الله. قضية الندم هذه إن صح التعبير هي الركن الأساس في التوبة. علاش؟ حيث الندم ليس حركات للجوارح، الندم حركة للقلب. الندم هو انكسار للقلب في محراب الطاعة بين يدي الله عز وجل. شي كيف كتوقف انت وكتهبط كلك، تخر كما يخر السقف من علو، تخر بين يدي الله ساجدا في جوارحك. القلب هو عنده واحد الحركة ديال السجود، هي هذاك الانكسار بين يدي الله بالندم. كان الفضيل بن عياض، وانظر إلى الصالحين، رفعهم الندم ماشي إلى حالة الندم على المعصية، بل إلى الاستحياء من نظر الله عز وجل وهم على طاعة. كيقول لك: ما عبدناه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. كل النعم التي نتقلب فيها إنما هي من الله، فإن أردنا شكره فوفقنا لشكره
رأينا أن شكرنا لله إنما هو نعمة من الله تستوجب شكرا، فمتى نشكر الله؟ الفضيل بن عياض رحمه الله وهو في موقف الحج يوم عرفة، ومعلوم عندنا جميعا أن الله عز وجل يعني يثيب أهل عرفة جميعا بالمغفرة. يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر منه يوم عرفة من الرحمات التي تتنزل من الله عز وجل على عباده في الأرض. ومع ذلك وهو يدعو 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 يدعو، لما رأى الناس يدفعون من عرفة إلى مزدلفة عند مغيب الشمس جعل يصرخ وينادي: وسوءتاه منك وإن عفوت، وسوءتاه منك وإن عفوت، يعني حتى ولو عفوت بأي وجه نقابلك، حتى وإن عفوت بأي وجه نقابلك. ولله المثل الأعلى. شاب فعلقت مع الوالدين ديالو، كان فيه العقوق وفيه كذا إلى آخره، فأخذه العقوق وأزه الشيطان وأزه حتى صفع أمه مثلا، ولله المثل الأعلى، فصفع أمه أبقى كذا. المهم بعد شوية تاب الله عز وجل عليه وأخذ بيده إلى محراب الطاعة، ورجع هذاك الوليد وكذا واستقم إلى آخره، ثم عاد إلى أمه وقبل يدها ورجلها ورأسها وبكى بين يديها، وعفت عنه أمه وصفحت عنه. هي سلكات وعفات وسمحات، ومن المشاشة ديال القلب من الداخل ما بقاش عندها الداخل ريحة المؤاخذة على ولدها. لكن كيف بقلب ذلك الولد وهو ينظر إلى أمه ويتذكر أنه في يوم من الأيام قد صفعها؟ كيدير هذا الحياء اللي غيحس به هذا السيد هذا؟ ولله المثل الأعلى. كيف تقف بين يديه وأنت تعلم أنه كان مطلعا عليك يوم فعلت كذا وكذا 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 وكذا؟ هذا حال الصالحين. كان رضي الله عنه ورحمه الله يقول في ذلك المقام، كيقول له: وسوءتاه منك وإن عفوت. واخا كاع تعفو علينا سيدي ربي، هذيك الوقفة كندير إلى وجهها نقابلوك بها. لما سئل حاتم الأصم: كيف حققت التوكل على الله؟ قال: علمت أن رزقي لن يأخذه مني غيري فاطمأن قلبي، هذه وحدة، الثقة بالله. وعلمت أن عملي، هذا ما يطيحش في التواكل، وعلمت أن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به. كاينش اللي يدير خدمتك في بلاصتك، لا خدمة الدنيا ولا خدمة الآخرة، من باب أولى. وعلمت أن ملك الموت سوف يأتي لقبض روحي لا محالة فأعددت الزاد للقاء الله. وعلمت أن الله مطلع علي في كل لحظة. ما قال فخشيت، قال فاستحييت. ها المقام اللي كنتكلموا عليه، مقام الحياء. فاستحييت أن يراني على معصية. هذا ماشي الخوف اللي خلاهم ما يمشوش للمعصية، هذا وصلوا لواحد المرتبة ولاو تيستحيوا وتيحشموا من سيد ربي. سيدنا أبو بكر كيقول لك: والله مذ أسلمت ما خرجت لقضاء حاجتي إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله. والله عز وجل هو مطلع على مخ عظمك، ولكنه مقام الحياء، وهذا المقام الحياء لا يبلغه إلا الصالحون. الله يجعلنا وإياكم منهم.